النهارده عملنا صينيه اوراق بدبس الرمان وبتتبيله جميله جدا، وزينتها بشرايح ليمون وفلفل. قدميها بقى جنب رز وسلطه ويبقى احلى فطار. وما تنسيش تشتركي في قناتي عشان يوصلك كل وصفاتي. معايا هنا لوصفه النهارده تتبيله الفراخ. انا هستخدم اوراق، تقدري تستخدمي التتبيله دي لصدور فراخ، فرخه كامله، دبابيس، براحتك. معايا هنا بصله قطع، ومعايا هنا دبس رمان. انا بعمل لكم وصفات كتيره حلوه قوي في رمضان بدبس الرمان. ومعايا هنا صلصه طماطم، معايا معلقتين زيت، التوابل، معايا كاري فراخ وفلفل اسود وملح، وهنا حاطه رشه من السبع بهار وبابريكا، وحاطه هنا ربع معلقه من القرفه، معايا فلفله هنا خضراء، ومعايا كمان قرن فلفل شايفين مقطعاه ازاي جميل جدا، ومعايا هنا طماطميه قطع. يلا بينا بقى نعمل ايه التتبيله بتاعتنا في الكبه ونشوف هنكمل ازاي الوصفه. جبت الكبه عشان نطحن المقادير بتاعتنا، وهنزل كده بسم الله. نحط البصله، وهنحط الفلفل الاخضر. عايزه تستغني عن القرن الحامي اللي انا حطيته، بس بيدي طعم سبايسي تحفه مع الوصفه، وتحطي مثلا فلفل اخضر بارد بس براحتك. هنحط دلوقتي الزيت، وانا احط معلقتين ميه بس صغيرين عشان ايه يمشوا الكبه معايا كده. احط الطماطم، ما تقوليش الوصفه فيها طماطمايه فالصلصه ليه، لا الاتنين مع بعض بيدوا ميكس جميل جدا. وهنزل دلوقتي بالصلصه، وهحط التوابل. حطي بس رشه القرفه ديت مع الوصفه ديت هتديكي طعم حلو قوي. واخر حاجه بيها هنزل بيها بقى هي دبس الرمان. ما تستخدميش معلقه وانت بتيجي تنزلي المقادير، بصي استخدمي سباتيولا حلوه زي دي كده، هتطلع لك كل المقادير ومش شايفه، مش هتخلي في البتاع حاجه. جميله جدا، هي سيليكون، كنت مطلعاها معاكم في فيديو مشتريات قبل كده. بس كده خلاص هنغطي الكبه بقى ونفرم المقادير كلنا مع بعض. هنشغل الكبه دلوقتي عشان نطحن كل المكونات. هحط التتبيله في البوله بعد ما ضربناها، ريحتها جميله جدا. بس كده جبت بوله ازاز كبيره عشان اشتغل فيها. بصوا الاوراق اللي انا قلت لكم عليها مغسوله بليمون وميه ودقيق. اهم حاجه تحطي معلقه دقيق عليها، بتشيل الزفره منها وبتخليها جميله جدا. هنعمل ايه دلوقتي؟ بصي، وعايزه اقول لك بصي بيبقى في حاجات هنا كده، هنا كده. في ناس بتفتكر اللي في الجزء ده كده كده، لا ده دي اللي بتزفر الفراخ، بتبقى حتت كده تجمعات هنا، لازم تشيليها وتنضفيها كويس قوي. هنعمل فيها فتحات كده مش للاخر. ليه؟ عشان ايه؟ تتشرب التتبيله. وزي ما قلت لك التتبيله دي تقدري تستخدميها للدبابيس، فرخه كامله، اجنحه، زي ما انت عايزه. نعمل فيها فتحات كده، السكينه تكون حاميه عشان ما تغلبكيش. شايفه الفتحات اللي انا عاملاها؟ وما تغسليها تصفيها كويس قوي في مصفى عشان الميه اللي بتفضل منها ديت ما تعملهاش ريحه مش حلوه. تمام كده. التتبيله دي بتبقى تحفه قوي قوي. اخر حاجه بقى هنا كده نعمل هنا كده برضو كده فتحتين. بس هنجيب شويه من التتبيله كده ونقوم نازلين بيها كده على الفراخ. بس كده. ونعمل ايه بقى؟ نمسك الاوراق كده وندخل ما بين الفتحات ونتبلها حلوه قوي. طب انا لابسه انا جلافز عشان البصل اللي في التتبيله والتوابل. تقدري انت طالما بتعمليها في بيتك مش عشان التصوير ما تلبسيش، اغسلي ايديكي كويس قوي وخلاص واستخدميها كده واشتغلي.
يعني ندخل التتبيله، تقدري تسيبيها في التتبيله ساعه، تعمليها على طول. هي كل ما قعدت في التتبيله تبقى احسن. خلاص كده انا تبلت الفراخ بتاعتي وهسيبها بقى في التتبيله شويه وبعدين اقولك نعمل ايه. جبت الصينيه اللي هتدخل الفرن واحط فيها كده معلقتين زيت ونوزعهم كده. انا مش عايزه الفراخ بتاعتي تلزق في الصينيه، تقدري تستخدمي بايركس، صينيه مربعه زي اللي انا مستخدماها، دواير براحتك. بس كده هعمل ايه بقى؟ انا هحط تحت الاوراق بتاعتي هنا بصل، انا عاملاه كده دواير وجوليان. تقدري تحطي بطاطس، جزر، تدخلي معاها كوسه، الخضار اللي يعجبك انزلي بيه. انا هحط بصل بس. هقوم فرده كده واعمل ايه، انزل بشويه من التتبيله الجميله دي عليه، وهخلي شويه، هقولك ليه هنخلي شويه في الاخر. واقوم متبله كده. ريحه التتبيله تحفه يا جماعه بجد. بس وافردهم كده، وهنجيب الاوراق المتبله بتاعتنا بعد ما قعدت في التتبيله بقى كده وحلوه، ونقوم حاطينها نرصها كده. بس نحط القطعه دي هنا كده. نزين بايه بقى؟ هنقوم حاطين وحدات من الفلفل كده، مش عايزه تحطيه بلاش، بيدي ريحه حلوه قوي. انا بحطه سليم ما بشقوش عشان مش عايزه الطعم الحار فيه يبقى قوي. واقوم جايه كده بشويه من الفلفل الدواير برضو، وشرايح ليمون تدي طعم حلو قوي وكمان زينه. وباقي التتبيله اللي احنا شلنا منها شويه هقولك هنعمل ايه دلوقتي. هنقوم نازلين، وحطيت شويه من التتبيله على الوراك تاني، وهنزل بالباقي كده. احنا مش هنحط عليها ميه ولا اي حاجه خالص، هي هتسوي نفسها بالسوائل اللي هتنزل منها. واخر حاجه بقى رشه بسيطه خالص كده من الزيت على الوش. بس كده تمام. هدخلها الفرن بقى، ولما تطلع هنشوفها سوا. بصوا انا حطيتها على الفرن على الصاج من تحت، هسيبها كده ربع ساعه تغلي وتبدا تدخل في السوا، وبعدين هطلعها على الشبكه تكمل سواها. طلعت الصينيه من الفرن، شكلها حلو قوي قوي وطعمها بيبقى جميل. جربوها بقى على طريقتي وقولوا لي ايه رايكم. ودي طريقه تقديم حلوه قوي. تحطي الرز كده في بوله وتحطي جنبه السلطه وتقدمي بالطريقه دي. نقوم حاطين كده القرن فلفل اللي اتشوك جميل، وتحطي هنا كده شريحه ليمون، وتاخدي من الصوص الحلو قوي قوي ده كده، وتحطي كده في الطبق اللي عايز ياكل كده. وممكن تحطي برضو هنا كده على الرز، يبقى تحفه قوي. دي طريقه تقديم حلوه، لو عايزه تقدميها كده عندك عزومه حاجه تقدمي بالطريقه دي.